السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله تكونوا كويسين وطيبين وأموركم في السليم. اليوم عاوزة أتطرق لحاجة بسيطة اللي هي نظرة المجتمع السوداني للمغترب. المغترب السوداني يعني ولد بلدهم بينظروا له كيف. المجتمع السوداني بينظر للمغترب في أي مكان وفي أي وظيفة وفي أي حال هو عايشه عبارة عن زول مرطب. زول مرطب يعني شنو؟ الزول المرطب ده مرتاح من الناحية المالية، ودي أهم شيء، النفسية الجسدية وكل النواحي. يعني زول ما شاء الله ما عنده أي مشكلة. طالما أنت طلعت من السودان خلاص يا زول أصلا ما في عذر. أنت ترطيبة، يعني ترطيبة كسر رقبتك، وإن شاء الله ربنا يجعل كل الناس ترطيبة. وترطيبة شرح مبسط للناس اللي ما بيفهموا سوداني أو لغة محلية، احتمال يشوفوكوا ناس تانية. ترطيبة دي يعني زول مرتاح، يعني بيقوم من سرير وبيرقد في سرير، عنده حاجات معينة بيعملها. أول شي بياكل، بيشرب، بيمشي الحمام، بيقضي صلواته، بينوم، بيمشي الدوام. الدوام ده شنو؟ بيكون جالس بس، مكيف بارد وشكة وحركات وبركات بس، وفي النهاية بيجي يمسك الراتب وبيمشي بخطه في البنك وبيسحبه عن طريق الصراف. وفي حاجة طريفة كده، يعني أعتقد نكتة، قال لك واحد جاب أمه في بلاد الاغتراب، ما بعرف وين، أيا كان ماشي، قامت يلا أمه جت قعدت معاه. عارفين الأمهات لما يكونوا ماشيين السودان عاوزين هدايا وحركات وبركات كده، حنحكي عنها إن شاء الله. قامت قالت له أنا خلاص إن شاء الله الأسبوع الجاي راجع السودان، وعاوزة من الحين نبدأ نشترك في الهدايا، لأنه أنا بجد كده عندي غائمة جاراتها، كل واحد عاوزة شيء، العاوزة خلاطة، العاوزة ملايات، العاوزة ترمسة، العاوزة يعني حاجات طلبات كثيرة، والعاوزة لابتوب، والعاوزين تلفون، والعاوزين معجون، والعاوزين مسك، حاجات كثيرة فهمتي. فما شاء الله أمه ما عاوزة تقول لهم لا، قالت لهم خلاص ما في مشكلة، شالت الغايمة دي جت لولدها وما عارفة وضعه المالي كيف. نام جت آخر أسبوع طبعا قالت له أنا ماشية. نام قالت لي شوف خلينا نقول أي اسم، مثلا قالت له يا شيخ شوف يا شيخ تشيل الورقة دي نمشي سوا نشتري الحاجات. الولد شال الورقة وقرا لقى ما في حاجة، يعني مثلا معقولة بالعقل كده، وكلها يعني للجارات وللأهل وكده. قام قال لها يا يمه أنا والله ما عندي إمكانية للحاجات دي. طبعا هي كانت بتتمشى معاه وبيقفوا على جنب، بيقوم بوقفهم ما شاء الله نسوان العجايز، مش عيني ما بتزوق عليهن شيء. وهي جالسة في السيارة هو مشي يسحب من الصراف الآلي، ما شاء الله هي خزنت المعلومة في راسها وجا الوضع المناسب عشان تقوله. قام قال له والله يا يما أنا ما عندي إمكانية للحاجات دي كلها، يعني ممكن اشتري لك أنت وأبوي وكده، لكن الباقيين ما بقدر يعني، وأنا ما مجبورة عليهم يا يما. قالت لي شوف أنت القروش بتتعبوا فين؟ ما بسيطة، بتمشي تدوس في الحيط وبتجيك ماركة. يا ريت لو كان كده كان كلنا خمخمنا ولملمنا وما خلينا ملين في الحيط اللي بتقوليه دي. ماشي. يلا هذا النظرة للمغترب السوداني. يلا أنا أقول لكم شيء، قسم بالله انتبهوا لكلامي ده، ما قطع رزق ولا بخل، لكن وصية ومعاناة، والمعاناة دي بيعاني منها كل مغترب سوداني، وما أنا بس، أنا ذاته بعاني منها، وهي أسباب كثيرة تخلي الواحد يطفش من السودان وما يشجع يمشي السودان. أولا حاجة يعني مثلا الواحد نام يغترب، لو كان مثلا هو عازب ما متزوج وعنده مثلا إن شاء الله 12 أخو من بيت لولد، مجرد ما اغترب، وحتى لو ديك شغالين، مجرد ما اغترب الجماعة ديل هنا قعدوا خلاص، يعني نايمين عليهم أي شيء عليهم وما عارفين وضعه هناك كيف الزول ده، ما يمشي. يلا كله شهر عاوزين راتب، وكل عيد عاوزين ملابس العيد، لما يجي رمضان عايزين ناس لبن بودرة وقمردين وتين حاجات رمضان
والفرشة والمعجون دي لازم فرش كميات ومعجون كميات وصابون حمام، يعني حاجات كده في السودان موجودة، بس في السودان والله الواحد بيحسبها. يعني أنا ذات لما نمشي السودان بشوف يعني مثلا لما نمشي السوق اشتري بمبلغ كده أقول لا حول ده كتير، لكن لما نيجي هنا ونحسب بالعملة اللي هنا بشوف يا أخي والله بسيط، أنا ليه قلت كده ما بعرف حسب العملة. يلا شوف، هم بيتكلوا عليه بنوم وقفع أي شيء عليهم، والمتطلبات تزيد، وما عارفين انه هنا هو شقيان وتعبان قدر كيف يعني. والله المغترب ده بيشتغل طول اليوم، يعني بيكون عنده شفتين، يعني دوام بالصباح ودوام بالمساء بيشتغل، وحتى لو كان سهران لازم يمشي في الوقت بتاع الشغل، لأنه الزول ده لو قصر في شغله حيخسره، ولو خسره خلاص. يعني دي الخطوة الأولى علشان يقدر يبدأ مشاريع تاني، ماشي. ده إذا ربنا وفقه إن شاء الله، ولو كان هو عنده رغبة عشان يعني يتقدم بدل الوظيفة دي يعمل شغله لوحده، ماشي. يلا شوف، طبعا الغاية مطول والمتطلبات تطول وما في عذر، والله العظيم ما في عذر. وفي حاجة تانية عملوها المغتربين، الزول البداهة ده هو جاب لنا البلوى، الله يهديه، ولو كان حي الله يهديه، وإذا كان ميت الله يرحمه ويغفر له. والله العظيم أنا شخصيا يعني جيت كده فاطساني كده، تمام. الحاجة دي مثلا بقول لك تهادوا تحابوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. يعني كيف؟ الهدية بتخلي زول يحبك، والزمن ده ما في زول بيحبك لله لله، أديته بيحبك، ما أديته الله يعزك بيسبك، ما بتكون عنده شيء في نظره شيء. علشان كده مثلا نحن ممكن نهدي، وفي حاجات كده مثلا أسس المغترب السوداني زي ما قلت في حضور المجتمع السوداني، مجتمعنا أهلنا في بلادنا أسسناها نحن، مش نحن الناس اللي قبلينا يعني، ونحن توارثناها وما قادرين نتخلص منها. اللي هي شنو قصة الهدايا؟ انت عاوز تمشي السودان لازم تشيل هدايا، وتشيل شنط مبالغة، يعني ما شاء الله الله يعزكم، ما تخلي الأحذية، ما تخلي الملابس الداخلية، ما تخلي الطاقة تحت القماش، ما تخلي الثياب، الريحة، أنواع العطور في السودان دي غالي جدا، خصوصا العطور اللي بيستخدموها النسوان السودانيات، ناس صندل وناس فل الدمور، والله أنا ناسيان بالضبط يعني كتاب ما شاء الله. علشان كده الحاجات دي غالية، والمسك والمستكة، وزي ما أنا ذكرت صابون الحمام والمعجون ولبن البودرة، حتى اللبسكري دي بيجيبوها، في حاجات كتيرة بيجيبوها، يعني مثلا هدايا مبالغة فيه. انت يا عم الفلوس دي بتجيبها من وين علشان تشتري الهدايا الكتيرة دي؟ انت عندك ناس معينين مجبور عليهم، اللي هو أمك وأبوك، وإذا كان عندك أخوانك صغار أطفال لحد ما أقول لغاية في الثانوي، أنا دي ممكن أجيب لهم هدية، لكن أكتر من كده لا، وخصوصا لو كان متزوج وعنده أولاد وعنده عيلة، هنا في الحالة دي ما هيعذرك، هو ما عاوز لنفسه بس، عاوز لنفسه، عاوز لزوجته، عاوز لبيته، ناس ملايات وستاير وما أدراك، وعاوز لأولاده، عاوزين ملابس، عاوزين هدايا، عاوزين فلوس، عاوزين حاجات كتيرة. والعجب لو كانوا كتار ما شاء الله، الوالدة والدة 15 16 وانت في بنات وأولاد متزوجين وعزاب، لازم تجيب لهم كلهم، يعني ما بيقبلوا إنه الواحد يجيب له أمه وأبوه بس، يا أخي الباقيين ما مجبور عليهم، خلينا نشيل شيلتهم، ولو ما جبتها ما محبوب على فكرة، لأنه مجرد ما تقول أنا جاي السودان حيجيك غاية من المتطلبات، يعني حاجات تشيب الراس، ولو عملت مفاجأة خلاص هنا اليوم الأسود اللي عملت فيه مفاجأة، الناس دي ما بتفهموا، ما عاوزين مفاجأة، لأنه لو جيت مفاجأة ما عندهم حاجات في بالهم، منتظرين الزمن ده كله. وشوف مجرد ما تتصل جاي 200 جاي 200 جاي 200 جاي 200، والله العظيم الشيء ما محبة ولا شوق ولا شيء، الحاجات دي لأنه كل واحد عنده في باله حاجة عاوزك تجيبها له معاه، جبتها يا سلام بيبوسوك، ما جبتها بيدوسوك عديل كده، فاهم شي؟ الزمن دي مصلحة، تدي بيحبوك، ما تدي بيكرهوك، عندك مال بيعبدوك عديل كده، ها ما تمشي تحرفوا لي يعبدوك دي،
ماشي، يعبدوك يعني بخلاص، يعني ما حيستغنوا عنك، ماشي، ما عندك بيبيسوك او بيسبوك عديل كده، والله جد. وبالذات الزمن ده، في الزمن ده وبعد الغلاء بتاع السودان والحصار الاقتصادي، زادت البلاوي والمجتمع اتغير والاخلاق اتغيرت، حتى اقرب الاقربين ما تقول لي اخو، ما تقول لي اخت، ما تقول لي ام ولا ابو، دارين لنفسهم، ما عارفين انك انت حي ميت بتشتغل بالحلال بالحرام مخدرات، المهم دارين قروش، الجماعه دول دارين قروش، دارين هدايا، دارين لنفسهم. عليه لو عندهم اخون دار يعرس يتمنوا، ولو رغبتهم تجيب الشيله، تجيب الذهب، وتجيب وتجيب وتجيب، وفوق ذلك يعني كل اجراءات العرس عليك. يا اخوانينا شنو؟ ما مجبور عليكم، كل زول شوف شيلته. الله، يعني ما ممكن اليد الواحده ما بتصفي، لمتين يعني احنا نوقف المعاناه دي؟ نفس الحكايه، ما في عذر. والله العظيم الابوات انا بشوفهم ارحم من الامهات، لانه عاقلين، لانهم هم اللي بيتعبوا، لكن الامهات دول ما عندهم. وحتى بالذات يعني لو بيحبوا يتظاهروا، بيحبوا الفشخره، بيحبوا المظاهر، بيحبوا يعني مثلا عندك ما عندك ان شاء الله تتدين، لازم تجي شايل هدايا، ما بي اصلا ما بيرحموك ولا بيعذروك، حتى لو مريض، حتى لو تقطع كليتك ديك وتمشي تبيع عشان تجيب لهم هدايا ما عليك، المهم تجيب لهم هدايا، المهم تجي شايل متلتل. اول شي من المطار من تنزل بيعاينوا للعربيه اللي انت لازيها فيها شنط كتيره، تعال شوف الباص ما يخلوا فيك حته، جيت مقطع ماشي دي بيسلموا عليك سلام بلا نفس من هنا من تحت النخرة. يعني بقت المصالح غالبة على كل شيء، غالبة على العاطفة، غالبة على المحنة، غالبة على الشوق، دارين لنفسهم. علشان كده نحن لازم نغني من الحاجة دي حبة حبة لغاية ما نتخلص منها. انا راح اقف هنا علشان ما اطول عليكم، وان شاء الله بعمل لكم تاني حلقة تانية ونواصل في المعاناة حقت المغترب السوداني. اوكي، مع السلامة، شفتكم عافية، معكم سلوم ابراهيم، سلام.